اهلا وسهلا بكل حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حلقه جديده من حلقه المثل المصري واخوه العربي. النهارده المثل المصري بيقول ايه؟ الحي يوقف حماره في الطابور. الحي يوقف حماره في الطابور. وطبعا نظيره العربي من دول اخواتنا هنعرفه في اخر الحلقه. المعنى بيقول ايه؟ بيدل على ان الانسان الحي ممكن يدبر نفسه ويلاقي حل حتى لو بسيط، لكن الميت خلاص مفيش امل منه. والمثل الشامي بيأكد نفس الفكرة. طول ما الانسان عايش في امل، في حركة، في تصرف، لكن الميت خلاص انتهى امره. والحكاية عن المثل، كان في واحد فلاح عنده حمار ورايح السوق يشتري شوية دقيق. ولقى الناس واقفين طابور طويل. الراجل قال انا عندي مشوار سريع، فراح ووقف الحمار في الطابور مكانه ومشي. الناس استغربت وقالوا ايه ده؟ فرد عليهم واحد وقال ما هو الحي يوقف حماره في الطابور. يعني الراجل العايش بيعرف يتصرف حتى لو بطريقة غريبة، اما الميت ما يقدرش يعمل حاجة خلاص. وحكاية المثل العربي زمان أيام الشدة والحروب، كان في بلاد الشام راجل عنده أب كبير في السن وكان بيحبه جدا. ولما مات الأب الناس قالوا أنت لازم تلبس أسود وتقعد سنين تبكي عليه، ده أبوك. فرد عليهم الراجل وهو حزين، ولكنه طبعا ثابت وقوي ومؤمن بالله، وقال إيه؟ الحي أبقى من الميت. وهذا المثل السوري ولبناني وفلسطيني، دول أهلنا بيقولوا الحي أبقى من الميت. يعني هو زعلان بس عارف ان اللي راح خلاص، والحياة لسه فيها مسؤوليات، مسؤولية ولاده وبيته وشغله وحياته كلها. فمنهم فهم من ان المقصود اننا نحزن لكن ما نوقفش حياتنا، لان الحي له امل وله دور وله بكرة. وكده الحكاية خلصت يا حبايبي. استنوني في مثل تاني، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا أغلى حبايب.